السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بمناسبه بقى عيد الاضحى النهارده بقى جاي لكم بطريقه سهله وبسيطه جدا للكفته، وهقول لك ازاي من نص كيلو لحمه تضاعف الكميه بمكون واحد عندك في البيت، من غير برغل بقى ومن غير فول صويا، وكمان هنعملها على البوتاجاز مش هنعملها في الفرن. قبل بقى كده يا حلوين ما نبدا الفيديو بتاعنا، شجعوني كده بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. معلش بقى صوت النهارده متغير لان تعبانه شويه وعندي برد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا. اول حاجه معايا هنا بصلتين على قرنين فلفل اخضر، ومعاهم كمان قرنين فلفل احمر، ومعاهم كمان كام فص من الثوم. هاخد كده الاول البصل واقطعه كده بالسكينه طرنشات بالشكل ده. التقطيعه بقى اي حاجه، وهتنزلي بقى في الكبه بتاعتك كده بالفلفل برضو، هقطعها كده بقى ايه طرنشات. معايا هنا فلفل احمر وفلفل اخضر، ومعايا كمان هنا قرن شطه كده ايه سبايسي، لو انت حباها سبايسي، لو مش حباها مش ضروري ما تحطهوش. ومعايا كمان كام فص كده من الثوم. معايا هنا بقى ايه المكون الرئيسي اللي هضاعف بيه اللحمه بتاعتي. معايا هنا حبايتين بطاطس كده وسط، مقشراهم وغسلهم كويس جدا، وهبدا ايه اقطعهم كده طرنشات في الكبه بتاعتي بالشكل ده. اي تقطيعه. هتقولي لي بقى اللي ممكن تكسر الكبه او ممكن تبوظ، لا يا جماعه هيتفرم معايا عادي. وبعد كده بقى اشغل الكبه عليهم، وابدا ايه افرمهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. هديلها كده بقى حوالي كده ضربتين لحد ما احس انها نامت معايا خالص. طبعا بقى انت عندك خلاط، عندك كبة، اشتغلي في الموجود عندك والمتاح عندك، بس الاحسن ليها الكبة عشان ما تنزلش مية كتير. بعد بقى ما ضربت المكونات كلها كده مع بعضها بالشكل ده، هبدأ بقى ايه انزل كده عليها بمصفى بالشكل ده، واصفي بقى المية بتاعتها خالص نهائي، لان انا عايزة التفل مش عايزة المية. بعد ما صفيت بقى المية كده بالشكل ده، هبدأ كده انزل بذرة من الملح، ومعاها كده شوية من الزيت، وهقلبهم بقى كويس جدا، واركن بقى ايه الخليط كده على جنب. معايا هنا بقى قطعة من البوش وقطعة من اللية. هنزل بقى كده بالكبة بتاعتي وافرمهم كويس جدا. وطبعا اللية دي يا جماعة لية اللحمة الضاني دي بتخلي كده الكفتة بتاعتنا طعمها جميل جدا، وتبقى عاملة زي كفتة الحاتي بالظبط. افرمها بقى ناعم جدا. وبعد ما فرمتها هنزل بقى ايه بالبصل بتاعي اللي صفيته من المية. ومعايا هنا كمان نص كيلو لحمة مفرومة. طبعا بقلب كده المكونات كلها مع بعضها علشان ايه تتفرم في الكبة كويس. ونزلت كده بقى باللحمة بتاعتي، واظبط بقى ايه الملح. وهنزل كمان هنا بمعلقة كده من البهارات المشكلة اللي هي السبع بهارات. ومعايا كمان معلقة كده محترمة من الفلفل الأسمر. عفوا. ومعايا كمان معلقتين من البقسماط. وهضربهم كويس جدا في الكبه. هنا بقى يا جماعه في المرحله دي جيت اشغل الكبه، الصراحه ما اشتغلتش لان الكميه كانت كتيره جدا عليها، فاضطريت بقى ان انا انقلها في اي طبق. وبعد كده بقى حطيت الكميه المناسبه، قسمتها يعني على مرحلتين، وابدا بقى كده ايه افرمها كده كويس جدا لحد ما تنعم معايا خالص بالشكل ده. شايفين؟ ما شاء الله، عايزاها ناعمه معايا كده. هبدا بقى كده ايه افرم بقى الجزء التاني. بعد ما فرمت بقى كده الجزء التاني، هنزل كده بعود من الكزبره، يعني انا خدت الورق بس. وابدا اعجن ايه في العجينه بتاعتي كده كويس جدا. لو حسيتي بقى ان هي طريه شويه معاكي ومحتاجه بقسماط، حط لها كمان شويه، يعني برضو حوالي كده معلقتين او 3 معالق كبار. وهعجنها بقى كده كويس جدا لحد ما تلم معايا خالص كده. بقى ايه تمام، هبدا كده اختبرها بايدي التانية. هنا ما شاء الله مش بتلزق معايا. هغطيها بقى كده بكيس تلاجة، واسيبها بقى تريح معايا في التلاجة كده كام ساعة. حبايبي بعد ما الكفتة معايا كده اتشمعت في التلاجة وقعدت كده حوالي 3 ساعات،
لما اشمعت معايا خالص هبدا بقى كده ايه اصبعها واشكلها معاكم. معايا هنا عصايتين مش الشطوك، وطبعا هبدا ايه ابل ايدي كده بمية البصل اللي انا طلعتها من البصل بتاعي، وابدا بقى اشكلها بالشكل ده. طبعا ايه التشكيل ده حسب بقى راحتك انتي. انا بعملها كده بالعرض، وبعملها بقى كده ايه تجزيعات بايدي كده بصبعي بالشكل ده. شايفين؟ هاخد بقى كده ايه كمان قطعه معاكم، وزي ما قلت لك انت حسب ما انت عايزه تشكليها، ممكن تشكليها دواير، ممكن تشكليها مربعات، اللي يريحك. انا حبيت ايه اعملها النهارده بالشكل ده. عايزه اقول لك اللي ما شاء الله كميه الكفته دي رمت معانا كميه محترمه جدا، عشان حبيتين البطاطس اللي احنا زودناهم مع اللحمه بتاعتنا، من غير بقى لا برغل ومن غير بقى لا فول صويا. الناس اللي بتخاف يا جماعه من الفول الصويا، والناس برضك اللي ما بتحبش البرغل، لا صدقيني جربيها بالطريقه دي وهتبقى جميله معاكي جدا حبايبي. هنا بقى بعد ما صبعت الكفته بتاعتي وشكلتها بقى بالشكل ده، عملتها مستطيل زي ما انت شايفاها كده، وعملت لها بقى تجزيعات كده بالسكينه عشان تكون سهله معايا. وزي ما قلت لك التشكيل زي ما انت حابه. وطبعا طلعت معايا ما شاء الله الكميه المحترمه ديت. شايفين من نص كل لحمه طلعنا معانا كميه قد ايه؟ يعني حوالي كيلو ما شاء الله. هنا بقى هبدا اقليها كده في الطاسه. لو انت حابه تعمليها في الفرن كان بها تمام، لو حابه بقى تقليها في الطاسه زي ما انا اقليها كده برضك ما شاء الله مش هتاخد منك وقت خالص نهائي، وهكون كمان سريعه معاكي. هنا بقى الطاسه بتاعتي نزلت فيها بنقطه بسيطه يا جماعه من الزيت، لان اللحمه بتاعتي فيها نسبه دهون، ونسبه الدهون دي هتنزل معايا في قلب الطاسه. هنا طبعا والنار عاليه معايا ببدا كده ايه انزل بالكفته بالشكل ده علشان تتشمع معايا وما تنزلش كده ميه. بعد كده بقى ببدا ايه اهدي النار بتاعتي علشان الكفته بتاعتي تستوي معايا كويس. واول ما تاخد كده لون بالشكل ده بقلبها بقى ايه على الوش التاني، برضو النار بتكون هاديه معايا حبيبي. كده بقى خدك خلاص تمام استوت كده من الجنبين بالشكل ده. ابدا بقى اطلعهم، وزي ما قلت لك ما تعليش النار عليها، النار بتكون عاليه في الاول، واول ما بتحط الكفته بتاعتك وتشمع بتهدي النار عليها. ما شاء الله الكفته متماسكه معايا جدا، مش هقول لك بقى على ريحتها. طبعا هي كشت معايا شويه عشان نسبه الدهون اللي اتحطت فيها. هبدا بقى ايه احط كده طبقه تانية. شايفين بقى نسبه الدهون اللي طلعت من الكفته بتاعتنا دي؟ طبعا ما برميهاش، بعينها وادخلها معايا في اي اكل. مش هقول لكم بقى يا جماعه الريحه، والله ريحتها جميله جدا ما شاء الله، احسن من اللي انتوا بتعمليها في الفرن كمان. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين يا جماعه نسبه الدهون اللي طلعت منها؟ عشان كده بقولك حطي نقطه زيت في الاول بسيطه خالص. هنا بقى بعد ما خلصت الكميه بتاعتي ما شاء الله، وده بقى ايه الكميه اللي طلعت معايا. شايفين الكفته ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ بجد يعني حاجه كده ايه واو تحفه تحفه. هنا بقى يا حبايبي كنت مجهزه كده بقى طبق سلطه، او الطبق اللي انا هرص عليه الكفته بتاعتي عباره كده عن شبت وكزبره وشويه من السلطه اللي انا عاملاها. وحطيت كده على السلطه بتاعتي شويه من السماق ما شاء الله بتخلي السلطه طعمها تحفه تحفه. هنا بقى هرص الكفته بتاعتي كده بالشكل ده في الطبق، لان طبعا يا جماعه العين بتاكل قبل ايه قبل البق، عشان تحسي كده ان انت ايه قاعده في مطعم. شايفين؟ وطبعا عشان التصوير لازم اشكلها كده. وده بقى ايه طبق الكفته بتاعي اللي انا عاملاه معاكم ما شاء الله. شايفين كميه نص كل لحمه طلعت معانا الكميه قد ايه؟ شايفين يا جماعه؟ وكمان شايفين ما شاء الله طبق السلطه. هبدا بقى كده ايه افتح واحده معاكم عشان اوريك قد ايه من جوه ما شاء الله مفرغه وفي نفس الوقت مستويه جدا جدا. هنا بقى
جبت كده عيش بلدي، وابدا بقى ايه، بحط فيها الكفته بتاعتي. باخد شويه كده الاول من السلطه اللي انا عاملاها بالشكل ده، وهنزل بقى بالكفته بتاعتي. ما شاء الله، تبقى اكله خفيفه وجميله جدا، وكمان سهله وسريعه جدا في العيد. حاجه كده واو واو. وعيشي حياتك بقى مع الطبق ده، بجد حاجه تحفه تحفه. لو عجبكم بقى فيديو النهارده واستفدتوا منه، شجعوني يا ريت باللايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم